ما بيحصل، زي ما حصل معانا احنا يوم 28 يناير، زي ما حصل في محمد محمود، زي ما بيحصل في كل وقت يتحمل زي ما بيحصل بلطجيه، فلول الحزب الوطني، عملاء، كل الوان الطيف. مين اللي بيضرب؟ مين اللي بيقتل؟ مين اللي بيعمل؟ محدش يحمل مسؤوليه غير نفسه، هو اللي يتحمل هذه المسؤوليه. الرئيس محمد مرسي خط احمر. بمعنى اللي هيرشه بالميه هرشه بالدم. بمعنى ان ده رئيس شرعي منتخب. بس هم نازلين عشان يطالبوا باسقاط الرئيس، يخبطوا دماغهم في الحيطه. ليه؟ حقهم. مش حقهم يطالبوا باسقاط. لا. اي شعب. مش انت ايدت الشعب السوري ضد بشار؟ فلماذا لا تؤيد الشعب المصري ضد الدكتور؟ ما احنا اسقطنا حسني مبارك. صح. ليه؟ لان حسني مبارك رئيس غير شرعي. جاء بطريقه غير شرعيه. ظلمنا طوال 30 سنه. اهدر دماءنا. حرامي. سرق بلادنا. هو وعصابته. هو ما حدش قال على الرئيس مرسي حرامي، لكن قالوا ان هو لا، هم قالوا برضه زي ما حضرتك قلت ما عدا حرامي، لا احد يستطيع ان يشكك في ذمه الدكتور مرسي. الرئيس لكن برضه في ناس ماتوا في عهد مرسي ونفس. شوف انا عاوز بس جزء اخير منك يتعلق ب 30 يونيو. شوف يا استاذ محمود قبل الختام، اي دوله في الدنيا لا تحاسب رئيسها المنتخب انتخابات حره نزيهه بعد سنه ولا بعد سنتين ولا بعد 3 سنين، بيحاسبوه على صندوق الانتخاب. اللي عاوز يسقط الرئيس محمد مرسي يسقطه بعد 4 سنين في صندوق انتخابات. وإذا حصل هرج ومرج ونزل الجيش، ما هو موقفكم؟ زي ما قلت لحضرتك، سقوط الرئيس محمد مرسي جيش غير جيش لا يمكن أن يتم. لا نقبل به. زي ما هناك معارضين للرئيس محمد مرسي، هناك مؤيدين للرئيس محمد مرسي. زي ما تمرد جمعت تجرد جمعت. الكلام انتوا جمعتوا 100 مليون، احنا جمعنا 200 مليون. ايه المشكله؟ يعني هل طريقه التعامل بارسال جهاديين في سوريا ممكن تحدث في مصر؟ لا، دي ما لهاش علاقه. انا قصدي لو يعني لا هذا امر غير وارد. غير وارد اطلاقا. هو بص، انا ضد الدم المصري اطلاقا. الدم المصري دم حرام. محدش يقرب له. انا ما قلتش حضرتك احنا عندنا في البلد في الفلاحين نقول ايه؟ اللي يرشني بالميه رشه بالدم. بس ده مجازا يعني. ده تعبيرات مجازيه. لكن احنا عندنا وسائل كتيره جدا 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 للحفاظ على الرئيس محمد مرسي. هيجيبوا مجلس عسكري، هيجيبوا مجلس رئاسي، هنسقطه. هنروح احنا يوم 30 هيسقطوا محمد مرسي، وهيجيبوا مجلس رئاسي يوم 5/7 هنروح احنا بقى وهنعمل مليونية وهنسقط المجلس العسكري. هيجيبوا الرئيس فلان رئيس مؤقت، يوم 15 هنروح وهنسقطه. هيقتحموا القصر، طيب اقتحموه. هتحطوا حد ومجلس رئاسي في القصر، احنا بعدها باسبوع هنروح نقتحم القصر ونطلعه. الاساليب والوسائل كتيره. انا بشكرك. وانا عاوز بس نقطه اخيره. اتفضل. انا احذر احذر من المساس بالشرعيه، سواء كان مرسي او غير مرسي. انت رئيس منتخب، محدش بعد سنه يجي يقول لي نشيله، لان مش هيعيش لنا رئيس. واحذروا غضبه الاسلاميين. هم الاسلاميين دول ما يقدروش يعملوا ثوره اسلاميه محضه. ما يقدروش. يقدروا. انا عاوز اجل الاجابه، لانه انت حضرتك بتقول كلام مهم جدا يستوجب نقاشا اخر، وتسمح لي لو بتشرفنا مره ثانيه، لان في كلام مهم جدا. انا قبل ان اغادر بس ادعو كل من يؤيد الدكتور محمد مرسي ان يتواجد في رابعه العدويه يوم الجمعه القادم بعد صلاه العصر ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور صفوت حجازي، امين عام رابطه علماء اهل السنه وامين عام مجلس امناء الثوره، بشكرك شكر جزيلا دكتور صفوت، شرفتني.